هذه الزاوية تأسست سنة 1374، ووقع تشييد معناتها النقشة بالجبس 1398. معناتها تاريخ ما شاء الله معناتها في هذه الزاوية. وعلاقتي بالجمعية القرآنية في شبابي، قريت في مدرسة النخلة لتعليم القراءات، وتخرجت اختصاص قواعد القراءات وأحكام التلاوة بالقراءات السبعية. ثم في حوالي 2011 انضميت، بل هي قريت في بعض المساجد في هنا شيرة منوبة، ثم معناتها أخذني الحماس باش ننضم للجمعية، وليت ندرس فيها من 2011 إلى يومنا هذا في زاوية سيدي العزوز. الزاوية هذه لها فضل كبير على تبربة ومشايخها وأئمتها ونسائها وأطفالها ورجالها. سيدي علي العزوز كما تعرفوا هو بعدها الشيخ هذا الجليل أتى من فاس من المغرب، ثم استقر في زغوان. لما استقر في زغوان معناتها له فكرة هو في نشأة الشباب ونشأة المجتمع وتحفيزه في تحفيظ القرآن الكريم. أسس الزاوية في زغوان، ثم أسس المقامات الزوي في بعض مناطق من الجمهورية، واختصاصه في تحفيظ القرآن الكريم، كما موجود الزاوية هذه في طبربة. وكانت في قبل الستينات كانت الزاوية هذه مقر فهمت ولا يزوروه معناتها للتبرك بالأولياء، يزوروه معناتها لذبح الأضاحي، وكان زاد مقر يأوى السائلين واللي ما عندهمش مكان، وكان معناتها حتى ما عندوش ما ياكل ويشرب، الزاوية هي معناتها توفر كل شيء ما شاء الله. ثم في الستينيات حوالي 1968 جاء الشيخ العلامة أحمد علالة، وهو شيخ الجامع الكبير بالبطان، وكان محبا متعلقا بالقرآن الكريم. فمعناتها جاته فكرة باش يأسس الزاوية هذه، علاش ما تكونش مقر ومجال لتحفيظ القرآن الكريم. فأسسها سنة 1968. أسس الزاوية هذه، أصبحت من كانت مقر للتبرك بالولي الصالح أصبحت مقر لتحفيظ القرآن الكريم. أخذت الفكرة هذه معناتها الشيوخ نتاع طبربة ما شاء الله معناتها باش يكملوا المجال ويأخذوا المشعل في الميدان هذا. فكان الشيخ المنجي الدراوي رحمه الله فهمت ولا أخذ المشعل وبدأ معناتها في النشاط نتاعو، ثم أخذ عليه المشعل محمد المزي، الشيخ محمد المزي الله يرحمه، ثم أخذ عليه المشعل الشيخ سي الحبيب الحاج قاسم، أخذ المشعل معناتها وانتشرت فهمت ولا، وأصبحت الزاوية معناتها تقام فيها حلقات الذكر وحلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى يومنا هذا، وكانت تسمى الجمعية المحافظة على القرآن الكريم. وكما قلنا معناتها بقات صيغتها الزاوية، وهي مقر معناتها لزيارة الأولياء، ثم مقر معناتها لعابر السبيل، أو معناتها اللي ما يجدش ما ياكل ما أي حاجة، فهو مقر آمن ولا ما لقاش وين يسكنوا. معناتها الزاوية هذه معناتها تأويه. ثم أيضا كانت معناتها مكان معناتها للأفراح، يقام فيه الأفراح، اللي ما عندوش مكان وين باش يفرح، اللي ما عندوش معناتها عقد القيران، ما عندوش معناتها فلوس ربما يكري، ما عندوش مكان وين معناتها باش يلم الأهل معناتها والضيوف نتاعو، فكانت سيدي علي العزوز مقر تلم معناتها وكان متنفس للأفراح. والحمد لله معناتها ربي أنعم على معناتها على هؤلاء من أهل طبربة معناتها باش يقيموا أفراحهم والمسرات نتاعهم والحمد لله. ثم معناتها كما قلنا في سنة 1968 معناتها فكر الشيخ أحمد علالة ومعناتها في تأسيس الجمعية القرآنية للقرآن الكريم. ثم قلنا معناتها مع الشيخ منجي الدراوي
سي محمد المزي، الشيخ محمد المزي والشيخ حبيب بن قاسم خذوا المشعل. وما شاء الله معناتها بقات الزاوية تنشط في تحفيظ القرآن الكريم، اللي تربى نشأة وتربت شيوخ معناتها في تبربة. ثم معناتها تغيرت الصبغة نتاعها من جمعية محافظ القرآن الكريم، أصبحت منضمة تحت رابطة الجمعيات القرآنية معناتها بترخيص قانوني، وأصبحت تحفظ القرآن الكريم. قلنا زاد فهو معناتها مقر زاد لتعليم الكبار، تعليم الكبار ما شاء الله. معناتها عندنا إنسان وأمهاتنا أميات أصبحوا معناتها مقر لهنا وأصبحوا يتعلموا، وخلف التعلم معناتها القراءة والكتابة أصبح معناتها تسهلت لهم باش يحفظوا القرآن الكريم. كما ذكرنا معناتها عندنا أمنا جميلة جريدي ربي يشفيها ويعافيها، ما شاء الله حافظة أكثر من 30 حزب. والطريقة التي نحفظ بها القرآن هي طريقة القواعد الصحيحة، معناتها ما نحفظوش حفظ عادي، انما يحفظ معناتها سوى الشاب اي واحد باش يحفظ على معناتها القراءه الصحيحه بالقواعد. ثم معناتها نذكر معناتها خلف الشيوخ الله يرحمهم مظامة اللي معناتها تقامت معناتها الجمعيه القرانيه هذه في الزاويه هذه معناتها على ايديهم، ووقفوا هم باش وصلت لنا. نذكر بالذكر الحصر فتولى شاكر بوستة الله يرحمه معناتها من اعضاء هذه الجمعيه الله يرحمه، حمادي البجاوي، هادي الغربي الله يرحمه، وهو شيخ الفقه فتولى وتربت اجيال على يديه الله يرحمهم جميعا. نذكر ايضا شيوخنا اللي توا معناتها يزاولوا في التعليم معناتها ويعلموا فينا في هذه الزاويه. نذكر هشام الصدقاوي معناتها وهو معناتها عنده دروس في تعليم تفسير القرآن الكريم. ثم عندنا الشيخ محمد بن صالح وهو زاد اختصاص في تعليم الفقه للرجال والنساء، الفقه في الإسلامي. ثم عندنا معناتها من جملة الشيوخ اللي قروا في الجمعية الطاهر النفزي، محمد بن منصور. معناتها هذه معناتها اخوتنا ذوما اللي معناتها قايمين معناتها في تحفيظ الناشئه نتاعنا. ثم زاد الاخوات اللي المحو الاميه، الاخت سميره والاخت زهره معناتها قايمين معناتها على تحفيظ امهاتنا الكبار في التوليد. وما ننساش زاد عندنا اخوات في التوليد يدرسوا في صغارنا زاد معناتها شادين ما شاء الله معناتها يحفظوا في القرآن الكريم، معناتها ما شاء الله مجموعة معينة يحفظوا زاد في النساء كبار ومعناتها أطفال، وما شاء الله معناتها هذه النشاط ما شاء الله. ثم نذكر بالخصوص خونا وصف بن نصر، هو المدير معناتها الجمعية هذه اللي معناتها وقف معنا وقفة ما شاء الله معناتها لإنجاح معناتها العمل الجمعية القرآنية بتبربة.